انت حابب تعيش في موريتانيا ولا حابب تعيش فين؟ انا اصلا عايش في موريتانيا. عايش مش حابب تهاجر ولا تسافر؟ لا عاجباك الحياه في لا موريتانيا؟ الحمد لله تمام. ماشي. طيب يعني احنا لو ضمينا العظم من هنا تمام ورفعنا التب شويه وخلينا في سيمتريه بين فتحات الانف وظهر الانف ده اتصلح كده امورنا كويسه خالص. مستعد؟ وترجع بقى نواكشوط باجمل ما فيه ان شاء الله احلى ضحك. يلا تبارك الله على الله. صديقنا الموريتاني زي ما احنا شايفين اللي شرفنا من نواكشوط يسعى للحصول على تنفس افضل وضحك اجمل. زي ما احنا شايفين بيعاني من بعض المشاكل اللي موجوده في شكل الانف، منها البروز اللي في ظهر الانف، كمان عظم الانف من فوق عريض، الارنبه فيها لاك اوف سبورت بتقع اثناء الضحك كمان كبيره الى حد ما. اعوجاج الحاجز الانفي اللي هنشتغل عليه بالمنظار، دعواتكم وننزل لكم النتيجه بعد العمليه مباشره ان شاء الله. شكرا لدعواتكم الجميله. باختصار هو ده تاثير البيزو او الليزر في نحت عظام الانف من اعلى. زي ما احنا شايفين عظام الانف اصبحت منحوته، ارنبه الانف اصبحت سبورتد بتعكس نقطه النور السايط عليها كمان ديفاين. الحاجز الانفي تم اصلاح الاعوجاج في الحاجز الانفي بالمنظار من الداخل. صديقنا ان شاء الله يرجع لموريتانيا يستمتع بتنفس افضل وضحك اجمل. شكرا ليكم، في انتظار تعليقاتكم على الفيسبوك واليوتيوب والانستجرام ان شاء الله.